تعالوا بينا النهاردة نعمل الشاورما المصري على أصولها بطريقة هتعجبكم جدا. وصفتنا النهاردة وصفة يعني ليها ذكريات حلوة مع ناس كتيرة مننا، ذكريات الجامعة، ذكريات خروجة مع صحابنا. عايزة أقول لكم بتفكرني بأحلى ذكريات، وأكيد أنتوا كمان. وكمان ليها مطاعم معينة كده يعني نحب ناكلها منها بالأصل بتاعنا. هنعمل الشاورما المصري الأصلية، يعني مهما دقنا أي شاورما مش هنلاقي في جمال وحلاوة الشاورما المصري، ليها كده طابع خاص وطعم خاص. تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا بكل تركاتنا وتفاصيلنا، وازاي تطلع زي المطاعم اللي كنا بناكل منها. واكتبوا لي كده الشاورما ليها ذكريات معاكم ايه. تعالوا يلا بينا نبدا. عندي هنا اهم حاجه قطعيه اللحمه بتاعتي. انا بجيب اللحمه اللي هي الستيك دي، بتبقى الشرايح بتاعتها رفيعه جدا وبتديني التقطيعه اللي انا محتاجاها في الشاورما. وكمان نسبه الدهون فيها بتبقى كويسه جدا، بتخلي معايا الشاورما طريه جوسي. تمام كده. هنجيبها، يعني ممكن تدخليها الفريزر بس مجرد 10 دقايق علشان تعرفي تقطعيها وتكون مجمده معاكي شويه، فتقدري تقطعيها بالشكل اللي احنا قطعناه ده. تمام كده اهو. شايفين الشرايح بتاعتها عامله ازاي بالنسبه لي كده زي الفل. تمام كده. اول حاجه ده المكون الاساسي بتاعنا. شوف بقى البهارات بتاعتنا الحلوه الجميله. عندي فلفل اسمر، عندي 7 بهارات، بابريكا، توم باودر، ملح، بصل باودر، هناخد رشه جوز الطيب. تمام كده معايا. تعالوا نشوف بقى السوائل بتاعتنا. عندي هنا هناخد حوالي معلقتين زبادي، ميه بصلايه، عندنا طحينه، نعناع فريش مقطعينه. عندي هنا بقى يعني اللي بتدينا الطعم اللي هو الحلو جدا في الشاورما، عندي الليه بتاعتي. مش هحتاج ولا زيت ولا سمنه، هنستخدم الليه بتاعتنا. هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. بقدونس، وعندي خل. معايا بقى بصلايه كده مقطعاها جوليان، وعندي طماطمايه بس شايله البذر منها، مش عايزه يبقى فيها بذر عشان ما تنزلش معايا ميه. تعالوا برضو نقطع اللحمه مع بعض كده، نشوف التقطيعه بتاعتنا اللي احنا محتاجينها. بصوا على قد ما تقدروا تكون الشرايح بتاعتنا رفيعه جدا. هنجيب بوله فاضيه نحط فيها اللحمه، ميه البصل، التوابل بتاعتنا بقى كلها كده، معلقتين زبادي كده. بصوا بقى انا بحب احط ايه التركايه دي، يعني نص معلقه طحينه. احنا لسه برضو هنستخدم الطحينه تاني، بس نص معلقه طحينه دلوقتي. ناخد كل دي كده ونقلبهم، شرب اللحمه من كل التوابل الخطيره دي مع ميه البصل. لما احس ان هي ايه اتشربت كده معايا كل حاجه، يبقى تمام بالنسبه لي. هنا عندي طاسه على النار او الجريل بتاعنا، حطيتها تسخن طبعا الاول. هنزل بقى بالايه بالدهون بتاعتي، سامعين الصوت ده كده. ننزل بقى باللحمه بتاعتنا كده، سامعين الصوت ده بقى. تمام. انا عندي هنا الجريل بتاعي كبير. تمام. لو عندك الطاسه صغيره مثلا مش هتنزلي بكميه اللحمه كلها. ليه؟ علشان احنا مش عايزينها تنزل ميه، يعني فاهماني. هنوزعها كده بس، مش هنقلب طبعا خالص غير لما تبتدي تغير معايا لون من تحت وابتدي اقلبها. لو الطاسه عندك صغيره هتنزلي بنص الكميه لحد ما تبتدي تاخد لون، تبتدي تنزلي بالنص الكميه التانيه. هنسيبها شويه وهوريكم شكلها يبقى عامل ازاي دلوقتي. تعالوا بقى ايه نقلبها. ما حسيت ان هي ابتدت خدت معايا لون هقلبها. بصوا ما نزلتش معايا اي سوائل ميه ازاي، مجرد ما نزلها الدهون بتاعتنا بس اهي، بس كده. شايفين بقى الجمال ده؟ شايفين خدت اللون معايا. ناخد بقى ايه معلقه طحينه كده، يعني او نص معلقه طحينه، وننزل كده عليها. نقلب بقى كل ده الكلام الجميل ده مع بعض كده. هننزل بالبصل الاول، مش هنزل بالطماطم دلوقتي. نقلب البصل كده. تعالوا بقى عقبال الشاورما بتاعتنا تبتدي تجهز، نحضر بقى سلطه الطحينه الاصليه بتاعتنا، اللي طبعا لازم نغرق بيها الساندوتش بتاع الشاورما. عندي هنا طحينه، عندي زبادي هاخد منه معلقه، فلفل اسمر، ملح، وعندي خل. هنزل كده بالطحينه حسب ما تعوزي. انا عامله حوالي 3 معالق هنا طحينه، نص معلقه زبادي، معانا هنا ايه عصره ليمونه كده، ملح وفلفل. نمزج كل بقى الايه الخليط الجميل ده كده مع بعض. كده جهزت الطحينه معايا. بصوا كده بالنسبه لي حلو قوي القوام بتاعها. تعالوا بقى ننزل كده بالطماطم. عندي هنا بقى ايه يعني حوالي عودين بقدونس كده مقطعاهم كده صغير، هنزل بيهم. السر بقى الخطير كده بتاع المطاعم بتاعت الشاورما الاصليه، يعني حوالي عودين نعناع بس يكون فريش كده، واخد الورق بتاعه واقطعه صغنن قوي كده. جربوها بقى، ده سر كده المطاعم الاصليه. تعالوا بقى نشوف بقى الشاورما خطيره بعد ما جهزت معانا. شايفين؟ بصوا الجمال ده بقى.
خطيرة. تعالوا بقى نعمل السندوتشات بقى، نكمل كده الأكلة بتاعتنا بالكايزر طبعا، يعني مش عيش سوري ولا الكلام ده، هو أصلها الكايزر بتاعنا ده. تعالوا نعمل السندوتشات مع بعض. تعالوا أول حاجة بقى كده الطحينة بالشكل ده، ننزل بقى بالشاورما، تاني بقى طحينة بقى، نغرق بقى كده بالجمال ده. عايزه اقول لكم الساندوتش ده بيتباع بره طبعا بمبلغ انتوا عارفين يعني. كده خلصنا الوصفه بتاعتنا النهارده، عملنا شاورما اللحم المصري بالطريقه الاصليه. عايزه اقول لكم ما شاء الله عملنا كميه حلوه قوي باقل التكاليف. ما تنسوش لو عجبتكم وصفتنا تعملوا لايك وشير وفولو. باي باي.